حب النبي صلي عليه. بقالي كذا يوم ماشية على العجين ما نلخبطوش وعمالة نوفر، حابة نعمل عدسة، حابة نعمل فول صلصة، صينية عجة، بتنجان بالثوم، حبة أرز من غير غموس. قال ايه ما نوفر، ولا وفرت ولا نيلت، وجوزي زعلان مني وعمال يتعارك معاي ويقول لي مش هناكله يا مرة زفر ولا حاجة فيها طعم اللحمة. قلت له لحمة ايه وفراخ ايه واحنا نقدروا عليه؟ الحاجات دي غالية. قال لي معلش حاولي بس تجيب لنا اي حاجة نغمسوا بيها كده. قلت ما بدهاش. رحت رايحة جايبة شوية فواني مالهمش حل زي القشطهم، المطاطيس بتاعت الفراخ جميلة وطازة اطيس حاجة. كان الراجل لسه ضبح الفراخ، قلت له شوت لي الحلبوزي واداها لي وجبتها وغسلته. حكم الفرخة ايه غرفوني، ده المطايب بتاعت الفرخة دي ألذ حتة في الدجاجة. وجبتهم بقى لفتها بشوية البصل والفلفل الاسود والطماطم والجنزبيل، لف وحط في قلب معلقة السمنة وطرنشت عليها خرطتين طماطز مع قرنين فلفل مع ورقتين جوافية. الريحة قلبت الدنيا كأني طبخة خروف. وحد طايل حاجة خالص، ده الخرم بتاع الفرخة دي بالدنيا وما فيه سمين كده وعامل زي القوارع، اما بيطيب بيدوب في البوج زي الزلابية. ورحت مسكاها بقى مفضية عليه كوباية مية بس عشان خاطر هي بتطيب بسرعة. وجبت حلة تانية ونزلت بحبة الزيت وكيس المكرولة وقلب وكالعادة المكرولة اتحرقت مني ما نعرفش ازاي. هي كل مرة لازم تفحم مني كده، بس نرميه عليا التلاج ابدا، لازم نحبشها ونتبلها. وحطيت عليها شوية مية مع زرطة الملح وقلب ورحت مغطياها وسايباها تغلي مع نفسها كده. طابت في ثواني وفشرت وبقت زي الحلاوة. ورحت جايبة خازوق فحم وحطها على الولعة عشان نبخروا الفونية بتاعت الفرخة كده وريحتها تبقى ولا كباب الحلة حتى. امال غير حبشتي اكلك وظبطيه هيطلع زي العسل. ورحت جايبة شوية زيت عربيات ومفضياهم على الفحم عشان خاطر الريحة تقلب الدنيا. بصراحة ربنا طلعت جميلة. والإدام اللي في الصينية دي يتاكل لوحده بالمكرونة، ما بالكم بقى حتة اللي زي المهلبية دي حاجة بقى ما نقول لكم شي. المنظرة ديكوا شايفينه واكلة موفرة وما كلفتنيش حاجة. لا رحت جبت فرخة ب 300 جنيه ولا كيلو لحمة ب 3-4 جنيه وشوية مكرولة وشوية الحشوة، وحنقعد ناكل ونتجرع ونزرط وندفي نفسي لقمة هنية تكفي 100.